قصة حياتي. على ما أذكر سنة 44 وآخر الأجازة الصيفية، بصيت لقيت أخويا إسماعيل وكتير من أصحابنا مسافرين على مصر، ولقيتني حافضل في الزقازيق لوحدي. فصرحتهم كلهم بالحقيقة، وبإني بزوغ من المدرسة، وبإن حياتي هي المزيكا. وقدر أخويا محمد وأخويا إسماعيل يقنعوا العيلة بأن الحل الوحيد لإنقاذ مستقبلي هو إني أسافر معاهم مصر وأتعلم موسيقى. وكان محمد في الوقت ده بيشتغل في مصر، وأخويا إسماعيل اتعين بعد تخرجه من المعهد مدرس موسيقى في مصر برضه. وقبل سفري مصر بيوم رحنا الحلوات بلدنا، أنا وأخواتي وشحاتة ابن خالتي، علشان نسلم على القرايب والمعارف ونجهز الحاجات اللي هناخدها معانا مصر، زي الفطير المشلتت والطيور والجبنة والسمنة والحاجات اللي بيجيبوها معاهم الطلبة اللي بيجوا من الأرياف. وأول ما وصلنا البلد ستات كتير قوي جم يسلموا عليا، جم يسلموا على ابنهم اللي رضعوه وهو عمره أيام، عرفوني بأولادهم وبناتهم اللي يبقوا إخواتي في الرضاعة. وفي الليلة اللي بتناها في البلد جم كل شباب البلد وسهروا معانا تحت النخل اللي جنب بيتنا، وضحكنا وغنينا ورقصنا. ودي كانت عادتهم كل ما يسافر شاب من شبان البلد. وعلى فكرة أحب أقول لكم إنه الحلوات دي أغلب شبانها وبناتها صوتهم حلو. المهم سهرنا للفجر، والصبح بدري خدنا هدومنا والشيال اللي حضروها لنا، وخدنا الركايب لحد قرب الزراعية، وبعدين مشينا. واحنا ماشيين لقينا في ترعة صغيرة لازم ننطها، فخافوا عليا مني أصغرهم، وكانت رجلي لسه مش قوي، فاقترحوا ان شحاتة يشيلني وينط، علشان هو كان بسم الله ما شاء الله جسمه يعني قدنا كلنا. لكن انا مرضتش ابدا، وقلت لهم ان انا راجل زيكم. وهوب سبقتهم وجاي انط، بص لقوني في قلب الترعة واتلموا عليا وطلعوني بطيني وهم ميتين على روحهم والضحك. انا نسيت اقول لك حاجة مهمة جدا حصلت في الليلة اللي سرناها في البلد. في واحد اسمه الريس عبود، الراجل ده من المطربين البلدي الكويسين، ومعروف عنه انه جريء، واذا ما عجبوش صوت حد يشتمه ويهزقه. واحنا بنغني كل واحد بيغني شوية، فلما جه الدور عليا وطلبوا مني ان اغني، طلب هو مني ان اقول موال. وكان ده اصعب امتحان مر عليا، معرفش ليه. المهم اخويا اسماعيل مسك العود وانا غنيت موال. طب يا ترى ما تقدرش تفتكر لنا الموال اللي غنيته يوميها؟ والله انا ما اذكرش ان انا قلت يعني موال بكلام، لكن انا اذكر ان انا قلت ليالي، و قعدت يعني اجود فيها واعلى واوطى بصوتي، يعني علشان يعجب الريس عبود. طب يا ترى نقدر نسمع منه حاجة دلوقتي؟ يعني على ما اذكر طبعا انا هقول لك اللي اقدر افتكره. توريرورو تورورو يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي
ليلي يا ليلي حاجة لطيفة خالص. ميرسي أوي. المهم الرئيس عبود بعد ما سمعك قال ايه؟ والله سكت ما تكلمش، وانا فسرتها على اساس ان السكوت علامة الرضا حتى لو كان من الرئيس عبود، والحقيقة فرحت جدا. وبعدين ركبنا القطر من الزقازيق انا ومحمد واسماعيل، واول القطر ما فات محطة منيا القمح كان اسماعيل ومحمد في 7 نومة، وانا مع اني كنت ما نمتش خالص الليلة اللي قبلها. سرحت في دوامة كبيرة، قعدت افكر في الزقازيق وفي بلدنا وفي الطفولة وفي مصر اللي كنت بحس بيها زي بحر كبير، دوامة كبيرة. مرة اتخيل نفسي وانا راجع البلد مكسوف ما وصلتش لحاجة، ومرة اتخيل نفسي بغني على المسرح، وفجأة انتبهت لحاجة ما كنتش عامل حسابها ابدا. وإلى اللقاء غدا مع عبد الحليم حافظ في قصة حياتي، يقدمها لكم محمد علوان.